في الدور الثالث في مبنى حزب العمال 6 رجاله قاعدين بيعدوا 5 مليون دولار اتسرقوا من امريكان عمرهم ما يعرفوا ان فلوسهم ساعدت في تمويل سلاح نووي. والغريب ان ولا واحد من ال6 دول مجرم، دول موظفين حكومه. الاوضه ما فيهاش يافطه باسمها بس رقم على الباب 39. المكتب ده بيطلع حوالي مليار دولار في السنه من تزوير العمله وتهريب المخدرات والنصب في التامين، والفلوس دي بتمول برنامج كيم جونغ اون النووي وبتمنع اي انقلاب عسكري وبتخلي عيلته ماسكه الحكم. بس اللي بيميز مكتب 39 من اي عصابه او مافيا او منظمه اجراميه في العالم ان محدش يقدر يداهمه، محدش يقدر يقبض على عملائه، ومحدش يقدر يجمد حساباته، لان مكتب 39 مش منظمه اجراميه متخفيه في شكل قانوني، ده قسم حكومي اكتشف ان الجريمه بتكسب اكتر من الدبلوماسيه لمده 50 سنه وهو شغال قدام الكل، محمي بالحصانه الدبلوماسيه ومسند بسلاح نووي محدش يقدر يقرب له. السؤال بقى، ازاي اوضه واحده بتجيب مليار دولار في السنه؟ ومين اللي بيديرها؟ وليه محدش قادر يوقفهم؟ سنه 1974 بيونغ يانغ في كوريا الشماليه كيم جونغ إيل عنده مشكله، ابوه مش قادر يحلها بالدعايه ولا بمعسكرات الاعتقال. كوريا الشماليه مفلسه، مش مفلسه بس شويه، دي مفلسه بشكل كارثي لدرجه ان الحكومه مش قادره تستلف فلوس من اي حد في اي مكان وباي فايده. سنه 1970 كوريا الشماليه ما سددتش قروض من 13 دوله، بنوك في اوروبا واليابان والاتحاد السوفيتي شطبت الديون واعتبرتها مستحيل تتحصل. التصنيف الائتماني للبلد ما وقعش بس ده اختفى خالص. في حلول سنه 1974 مفيش بنك دولي واحد مستعد يقرض بيونغ يانغ، ومفيش شركه شرعيه عايزه تتاجر معاهم. الاقتصاد بيموت، الانتاج الصناعي برضه بيقع، وكيم إل سونغ الدكتاتور المؤسس بيتفرج على جثته الاشتراكيه وهي بتنهار. لكن ابنه كيم جونغ إيل كان مركز على حاجه تانية، كان بيشوف ازاي النخبه عايشه بينما عمال المصانع بياكلوا ارض اكل في اليوم، مسؤول الحزب بيشربوا افخر المشروبات بينما الفلاحين ماشيين حافيين، الجنرالات بيركبوا عربيات مستورده والبلد كلها جعان. لكن القياده عايشه في رفاهيه. في اقتصاد سري جوه كوريا الشماليه، اقتصاد شغال بالعمله الاجنبيه، دولارات وماركات المانيه، عملات قويه بتشتري الرفاهيه اللي بتخلي النخبه وفيه للنظام. المشكله ان العمله الاجنبيه دي بتيجي منين وبلدك مش قادره تتاجر مع حد؟ رد كيم جونغ إيل كان بسيط وقاسي، لو مش هتعرف تكسبها بشكل قانوني اسرقها. سنه 1974 وهو عنده 32 سنه عمل قسم جديد، في الاول كان تحت اداره الماليه والمحاسبه في حزب العمال، والاسم جه من رقم الاوضه في المبنى، اوضه 39. مفيش اعلان رسمي ولا ميثاق واضح، بس امر مباشر من كيم جونغ إيل للستة المسؤولين اللي عينهم: هاتوا عمله اجنبيه باي طريقه ممكنه، مش لازم قانونيه ولا اخلاقيه، باي طريقه. الخطه في البدايه كانت بسيطه بشكل يضحك. كيم جونغ إيل حدد كل تجاره بتجيب عمله اجنبيه وسيطر عليها، فنادق، مناجم ذهب، مصايد سمك، مزارع الجنسن. بس التجاره الشرعيه بتجيب فلوس محدوده، يمكن 50 مليون دولار في السنه، وفي ده لكن مش كفايه، هو عايز اكتر بكتير. فبدا يبص للحاجات اللي الدول التانيه بترفض تعملها، الاعمال الخطره والغير قانونيه والغير اخلاقيه، بنى امبراطوريه كامله عليها. اول حاجه تهريب الذهب. كوريا الشماليه عندها مناجم ذهب في مقاطعه هوانغيونغ، الذهب بيتنقى وبعدين يتهرب على الحدود الصينيه في شنط على الظهر، اول ما يدخل الصين بيتخلط مع ذهب صيني ويتباع دوليا من غير اي اثر. الدخل وصل ل 10 مليون دولار في السنه بحلول 1975 وبقى 100 مليون في الثمانينات. تاني حاجه مزارع الخشخاش في جبال مقاطعه ريانغغان. كيم جونغ إيل سمح بزراعه الافيون مش للدواء المحلي لكن للتصدير. الافيون بيتحول لمورفين وبعد كده هيروين. دبلوماسيين كوريا الشماليه اللي عندهم حصانه دبلوماسيه كانوا بيعدوا بيه الحدود في الحقائب الدبلوماسيه، الجمارك ما تقدرش تفتشها، الشرطه ما تقدرش تقبض عليهم. الدخل كان من 20 ل 30 مليون دولار في السنه بحلول 1978. ثالث حاجه تزوير العمله، ودي كانت الضربه الكبيره اللي هتعرف مكتب 39 للعالم كله. كيم جونغ إيل استورد ماكينه طباعه متطوره من سويسرا، نفس النوع اللي الحكومات بتستخدمه لطباعه الفلوس. جاب كيميائيين يطوروا حبر بيتغير لونه، وجاب ورق مخلوط من قطن وكتان مطابق لمواصفات الدولار الامريكي. حلول 1976 مكتب 39 كان بيطبع ورق 100 دولار مزور صعب جدا يتفرق عن الحقيقي غير في المعامل. اول دفعه تجريبيه كانت نص مليون دولار واتوزعت عن طريق سفارات كوريا الشماليه في اسيا، ولا ورقه واحده اتكشفت انها مزوره. لكن الفرق هنا
إن أي عصابة تزوير في العالم بتشتغل في السر، مخازن مخفية ومعامل تحت الأرض دايما هربانة من الشرطة. لكن مكتب 39 كان شغال من مبنى حكومي، ماكينة الطباعة في منشأة آمنة خارج بيونغيان، عليها حراسة عسكرية وبتشتغل في ساعات العمل العادية بدعم كامل من الدولة. ولو دبلوماسي كوري الشمالي اتقبض عليه ومعاه فلوس مزورة، الحكومة ببساطة بتنكر معرفتها وبتقول إنه اتصرف لوحده، وبيرجعوه البلد كمان، ويمكن يعاقبوه ويمكن لا، لكن العملية نفسها بتكمل. في حلول سنة 1980 مكتب 39 كان فيه 300 موظف في أقسام مختلفة: قسم تزوير العملة، قسم إنتاج المخدرات، قسم تهريب الذهب، وقسم أعمال شرعية كغطاء. الدخل السنوي كان ما بين 200 ل 300 مليون دولار. لكن كيم جونغ إيل ما كانش راضي. 300 مليون بتكفي للنخبة وبتشتري ولائهم، لكنها مش كفاية عشان تغير اقتصاد كوريا الشمالية أو تنافي ثروة كوريا الجنوبية. هو كان عايز يكبر الشبكة ويبني شبكة عالمية، فعمل حاجة عمرها ما حصلت قبل كده: منظمة إجرامية عندها حصانة دبلوماسية شغالة في 30 دولة ومحمية بسلاح نووي. لكن الأول كان لازم يثبت إن الفكرة هتنجح. كان محتاج عملية كبيرة تثبت إن محدش يقدر يلمسه. كان محتاج الدولار الخارق. وفي سنة 1989 مكتب 39 هيغرق الأسواق العالمية بأدق فلوس مزورة اتعملت في التاريخ، ويعمل أزمة توصل للبيت الأبيض. لكن قبل ما نوصل للنقطة دي لازم تفهم قد ايه الفلوس المزورة دي كانت متقنة، وليه لحد النهاردة بعض منها لسه بيدور في بنوك أوروبا وآسيا. في سبتمبر سنة 2006 سفينة شحن على بعد 40 ميل بحري من ساحل شنغهاي، رجال جمارك أمريكان فتحوا حاوية مكتوب عليها معدات زراعية، ولقوا 300 ألف دولار من فئة ال 100 دولار ملفوفين في بلاستيك ومتخبيين تحت شكاير سماد. السفينة مسجلة في بنما، والشحنة جاية من كوريا الشمالية. فلوس شكلها مثالي زيادة عن اللزوم. واتصلوا بجهاز الخدمة السرية الأمريكي. خلال 6 ساعات الفلوس كانت في معمل في واشنطن. الخبراء عملوا اختبارات صعبة جدا. اختبار الأشعة فوق البنفسجية عدى، خيط الأمان نور باللون الوردي، اختبار الحبر المغناطيسي عدى، حبر فيه الجزيئات المعدنية الصح، اختبار الطباعة الدقيقة عدى، الكتابة الصغيرة حوالين ياقوت بنجامين فرانكلين واضحة ومقروءة، اختبار تركيب الورق كمان عدى. 25% كتان و75% قطن زي الفلوس الحقيقية بالظبط. اختبار الحبر اللي بيغير لونه عدى. رقم ال100 في الركن السفلي اليمين بيتحول من نحاس الأخضر لما الورقة تتحرك. اختبار العلامة المائية عدى. صورة بنجامين فرانكلين تظهر لما الورقة تتشاف قدام النور. فلوس كانت متقنة بشكل كامل، وده كان أصل المشكلة. لما جهاز الخدمة السرية فحص الأرقام التسلسلية لقوا حاجة مستحيلة: الفلوس دي جزء من سلسلة طبعت في الولايات المتحدة سنة 2003، لكن الأرقام دي بالذات عمرها ما اتصدرت. موجودة في التسلسل لكن ما اتطبعتش فعلا، وده معناه إن حد كان عنده وصول لخوارزميات أرقام الطباعة، وحد كان عارف المواصفات الدقيقة، وحد كان عنده معدات متطورة تقدر تقلد كل وسائل الأمان اللي الخزانة الأمريكية قضت عقود بتطورها. الاستنتاج في التقرير السري كان واضح: التزوير ده عملية على مستوى دولة بإمكانيات أكبر من أي عصابة إجرامية عادية، والجودة متطابقة مع عينات سابقة منسوبة لإنتاج كوريا الشمالية. كانوا بيتكلموا عن الدولار الخارق، وال300 ألف دولار دي مجرد جزء صغير من مليارات بالفعل بتدور في السوق. سنة 2001 بنك دلتا آسيا في ماكاو. البنك عنده 8 فروع في ماكاو، منهم فرع جوه كازينو كبير، وكان مكان مفضل للأغنياء القادمين من الصين ورجال الأعمال من هونغ كونغ والسياح من آسيا كلها. لكنه كمان كان أهم مركز لغسل الأموال لمكتب 39. كل شهر عملاء كوريا الشمالية كانوا بيودعوا ملايين نقدا، أحيانا بالين الياباني وأحيانا باليورو وغالبا بالدولار الأمريكي، والبنك ما كانش بيسأل أي أسئلة. الفلوس كانت بتتحول لحسابات مسجلة باسم شركات وهمية في جزر فيرجين البريطانية وسنغافورة ولوكسمبورغ. حساب باسم شركة تجارية كان بيستقبل من 4 ل 7 مليون كل شهر. الشركة بتقول إنها بتصدر منسوجات وفطر، لكنها في الحقيقة ما بتصدرش أي حاجة، موجودة بس على الورق. حساب تاني باسم شركة تجارة عامة كان بيمرر من 10 ل 15 مليون في السنة. النشاط المعلن معدات زراعية، لكن النشاط الحقيقي غسل أرباح بيع العملة المزورة. الخطة كانت شغالة بشكل ممتاز لحد سنة 2005 لما تحقيق من وزارة الخزانة الأمريكية كشف الشبكة دي. في سبتمبر 2005 الوزارة صنفت بنك دلتا آسيا كمصدر رئيسي لغسل الأموال. القرار كان مدمر، مفيش بنك أمريكي يقدر يتعامل معاهم، ومفيش مؤسسة دولية عايزة تخاطر بعلاقتها بيهم.
خلال أسابيع المودعين سحبوا 133 مليون دولار، ومن ضمن الأصول المجمدة 25 مليون مرتبطة مباشرة بحسابات كوريا الشمالية. لكن اللي اكتشفته وزارة الخزانة أثناء مراجعة الحسابات كان أخطر. الإيداعات كانتش جاية من تزوير الفلوس بس، كانت جاية من كل حاجة: تعويضات احتيال تأميني من شركات أوروبية، مبيعات ذهب من تجار صينيين، أرباح مخدرات من علاقات مع عصابات يابانية، وصفقات سلاح مع حكومات أفريقية. كل ده كان بيعدي من ماكاو وفي الآخر بيوصل لخزائن مكتب 39. إغلاق البنك كان المفروض يقضي على المكتب، لكنه خلاهم يغيروا بس الطريقة. فتحوا حسابات جديدة في شنغهاي، وشركات وهمية جديدة في سنغافورة، وعلاقات بنكية جديدة في دبي. الفلوس فضلت ماشية زي ما هي، بس عبر طرق مختلفة، لأن مكتب 39 عنده حاجة أغلب العصابات مش موجودة عندها: صبر بلا حدود وموارد دولة كاملة. سنة 2004 في مدينة لوس أنجلوس في حي هادي، راجل تايواني اسمه جاسون وو عايش في بيت صغير بغرفتين، بيركب عربية عادية وبيشتغل مستشار. الجيران فاكرينه بيستورد إلكترونيات من آسيا، لكن في الحقيقة إنه كان بيغسل الدولار المزور لكوريا الشمالية في كازينوهات لاس فيجاس. كل 6 أسابيع كان بيوصل له طرد من شخص في مدينة صينية. جوه الطرد من 40 ل 50 ألف دولار من فئة المياه المزورة، بيخبيهم في خزنة ورا لوحة مزيفة في الجراج، وبعد كده بيسافر بالعربية لمدينة القمار، رحلة حوالي 5 ساعات، وكل مرة ينزل في فندق مختلف وما يروحش نفس الكازينو مرتين ورا بعض. عند شباك الكاشير كان بيبدل 9500 دولار من الفلوس المزورة برقائق لعب، عمره ما يبدل 10000 أو أكتر، لأن ده بيعمل تقرير للحكومة الفيدرالية. لكن 9500 شكلها مجرد مقامر عادي، يروح لطاولة اللعب ويراهن ب 500 في الجولة ويلعب ساعة أو ساعة ونص، أحيانا يكسب وغالبا يخسر، ما يفرقش. بعد ساعة يرجع للشباك ويبدل الرقائق ويرجع فلوس حقيقية. الحساب بسيط: يخسر حوالي 1000 دولار في اللعب ويمشي ب 8000 فلوس نظيف. عمولة كانت حوالي من 15 ل 20% لتحويل الفلوس المزورة الحقيقية، أرخص من أي بنك وأأمن من أي تحويل. خلال سنة ونص عمل 23 رحلة وغسل حوالي 2 مليون دولار. والكازينوهات ما شكتش في حاجة، لأن الفلوس كانت بتعدي كل الاختبارات: الضوء فوق البنفسجي، الحبر المغناطيسي، والعلامة المائية. كل ده مثالي. كاشير بيشوف مئات السياح الآسيويين يوميا بيعملوا نفس الحاجة، فكان ده غير ملحوظ تماما. لحد أكتوبر 2006 كاشيرة اسمها ماريا شغالة بقالها 15 سنة لاحظت حاجة غريبة: الفلوس اللي بتستلمها جديدة زيادة عن اللزوم ومثالية زيادة عن اللزوم، والأرقام التسلسلية ورا بعض كأنها طالعة من نفس الدفعة. الشخص العادي اللي معاه 9500 بيكون عنده فلوس من سنين مختلفة ومصادر مختلفة، لكن دي شكلها طالعة لسه من ماكينة طباعة. مارينا كلمت الأمن على طول، والأمن كلم الخدمة السرية. خلال يومين العملاء الفيدراليين كانوا بيراقبوا بيت وو، والمداهمة حصلت الساعة 6 الصبح. فتح الباب وهو لابس بيجامة ولسه صاحي. في الجراج لقوا 130 ألف دولار من الدولار الخارج، ودفتر مكتوب فيه كل الرحلات لمدينة القمار والتواريخ والكازينوهات والمبالغ اللي كان بيصرفها. في غرفة التحقيق اعترف خلال ساعتين، وقال إن الشخص اللي بيديه الفلوس كوري اسمه بارك، والفلوس جاية من كوريا الشمالية، والعملية بيديرها مكتب اسمه 39. اتحكم عليه ب3 سنين سجن فيدرالي واتصدرت الفلوس. لكن الحاجة اللي كانت قلقة الخدمة السرية إن لو شخص واحد بس غسل 2 مليون دولار في مدينة واحدة خلال سنة ونص، يبقى كام شخص زيه موجودين؟ كام كاشير ما خدش باله؟ كام ورقة عدت من غير ما حد يلاحظ؟ التقدير للفلوس دي كلها كان حوالي 250 مليون دولار مزور في السوق العالمي، وأسوأ احتمال من 500 ل 900 مليون. بعض الفلوس دي ممكن تكون دلوقتي في محفظتك أو في مكانات الصراف أو في خزائن البنوك، مقبولة ومستخدمة من غير ما حد يكتشفها، ومكتب 39 لسه بيطبعها. لكن الحقيقة إن المكتب ما كانش مجرد تزوير عملة، كان كارت المخدرات بيطبع فلوس على جنب، وأكبر صادراته ما كانتش الفلوس المزورة، كانت مادة منشطة شديدة القوة ونقاوتها عالية جدا، بتنتج في مصانع حكومية وبتتباع عبر دبلوماسيين محدش يقدر يقبض عليهم. السؤال بقى: إزاي تحارب تجارة المخدرات لما التاجر نفسه يبقى دولة نووية؟ في مدينة هام هونغ، تاني أكبر مدينة في كوريا الشمالية، جوه مصنع أدوية حكومي، كان الكيميائيين بيصنعوا المادة دي بكميات صناعية كبيرة، والموافقة جاية من أعلى قيادة. المصنع عليه لفتة بتقول: مصنع أدوية لخدمة صحة الشعب. العمال بيدخلوا الشغل الساعة 8 الصبح، والمشرفين بيكتبوا تقارير، والحراس بيفتشوا الهويات على البوابة. كل حاجة شكلها طبيعي، إلا إن الدواء اللي بيتصنع مش للمستشفيات، دي مادة منشطة نقاوتها 99%، وهتغرق أسواق آسيا وتجيب لمكتب 39 فلوس أكتر من 50 سنة تزوير عملة.
سنة 1995 المكتب واجه أزمة، إنتاج الذهب قل والصادرات الشرعية وقفت وحتى التزوير بدأ يتعب. فحصل اجتماع مع القيادة. الرسالة كانت واضحة، لازم مصادر دخل جديدة وإلا النظام كله يقع. أحد المسؤولين اقترح تحويل صناعة الأدوية لإنتاج المادة المنشطة. الفكرة بسيطة بس قاسية. كوريا الشمالية عندها مصانع أدوية فيها معدات كيميائية جاهزة وعلماء كيمياء مدربين على تصنيع مركبات معقدة وإمكانية استيراد موارد أولية بشكل شرعي، شبكات دبلوماسية تقدر تنقل البضاعة من غير تفتيش جمرك، وأهم حاجة الحصانة الدبلوماسية. الدبلوماسي اللي شايل 50 كيلو من المادة دي في حقيبة دبلوماسية محدش يقدر يفتشها ولا يقبض عليه. المساس بالحقيبة يعتبر خرق لاتفاقية فيينا. كيم جونغ إيل وافق فورا، وبداية من 1996 مصانع في هام هونغ وتشونغ جين وبيونغ يانغ اتعدلت لإنتاج المادة دي. الجودة كانت عالية جدا، نقاوة من 96 ل 99%، أعلى من عصابات المكسيك وأعلى من مناطق المخدرات في جنوب شرق آسيا. شبكة التوزيع كانت متطورة برضه، سفارات كوريا الشمالية بقت مراكز توزيع. الدبلوماسيين بياخدوا حصص بيع إلزامية من مكتب 39 كل سنة قبل عيد ميلاد كيم جونغ إيل في 15 إبريل. دبلوماسي في اليابان لازم يبيع 20 كيلو، في الصين 50 كيلو، في جنوب شرق آسيا 30 كيلو. الأرقام دي كانتش اقتراحات، دي كانت مسألة بقاء. اللي ما يحققش الحصة يتم استدعائه لبيونغ يانغ، والاستدعاء غالبا معناه انه مش هيرجع تاني. الدبلوماسيين بقوا تجار مخدرات وعملوا علاقات مع عصابات في اليابان وشبكات جريمة منظمة في الصين وجنوب شرق آسيا. بين 1996 و2006 اتقبض على دبلوماسيين كوريين شماليين او اتورطوا في قضايا مخدرات في اكتر من 20 دولة، لكن القبض عليهم ما كانش بيوقف الشبكة، كانوا بيطالبوا بالحصانة ويرجعوا بلدهم والشبكة تكمل عادي. بحلول بداية الألفينات مكتب 39 كان بيكسب من 100 ل 200 مليون دولار سنويا في بيع المادة دي بس، يعني 10 أضعاف دخل تزوير العملة. لكن كان في أثر جانبي، المخدرات ما كانتش بتطلع بره البلد بس، كانت بتدخل جواها كمان. أثناء المجاعة الناس اكتشفت إنها بتقلل الإحساس بالجوع وبتدي طاقة. العمال استخدموها عشان يقدروا يكملوا الشغل بأكل قليل، والطلبة استخدموها للمذاكرة من غير أكل. في حلول 2010 المتشقين قدروا ان 30 ل 40% من البالغين في كوريا الشمالية جربوها وبقت حاجة عادية بالنسبة لهم. وبحلول 2019 بقت طبيعية تماما لدرجة ان الناس في راس السنة كانوا بيهدوها لبعض في اكياس صغيرة ملفوفة بشكل جميل زي هدية كده. والحكومة اللي بتصنع المخدرات للتصدير ما قدرتش تسيطر على استخدامها داخل البلد، او يمكن ما حاولتش اساسا، لان الناس اللي مشغولة بالجرعة الجاية ما بتفكرش في الثورة. وفي سنة 2003 استولت أستراليا على سفينة شحن كوريا الشمالية شايلة 50 كيلو من الهيروين. بيونغ يانغ ردت وقالت إن ده استفزاز من قوى معاداة. طاقم اتقبض عليه، وبعد 6 شهور سفينة كوريا شمالية تانية اتقفشت في تايلاند وهي بتحاول تعمل نفس العملية. مكتب 39 بيعتبر القبض على الشحنات مجرد تكلفة شغل، لو شحنة ضاعت يبعتوا 2 غيرها، لو اتكشفوا ينكروا كل حاجة ويكملوا عادي. إن المجتمع الدولي يقدر يعمل لهم ايه يعني؟ هيزود العقوبات، هم اصلا عليهم عقوبات. يقبضوا على الدبلوماسيين بيطالبوا بالحصانة، يقفلوا المصانع، بلد عندها سلاح نووي. لكن سنة 2005 كل حاجة اتغيرت. وزارة الخزانة الأمريكية صنفت بنك دلتا آسيا في ماكاو كمركز لغسل الأموال واتجمد 25 مليون دولار. خلال شهور بنوك في العالم بدأت تقفل حسابات كوريا الشمالية. الشبكة المالية خلاص انهارت، عمليات تزوير العملة بقت بتتكشف أكتر، تحريك الفلوس بقى أصعب بكتير. مكتب 39 كان لازم يتطور. في سنة 2009 اكتشفوا حاجة مثالية، نوع جديد من الفلوس موجود بس في صورة شفرات رقمية، مفيش بنوك، مفيش حدود، مفيش جمارك، ومجهول الهوية تماما، والناس اللي معاها مليارات منه أمنها ضعيف جدا. مكتب 39 ما بقاش محتاج يطبع فلوس مزورة ولا يهرب مخدرات، كل اللي محتاجه هاكرز، واللي كانوا ناويين يعملوه هيخلي 50 سنة من الجريمة شكلها تدريب بسيط خالص. سنة 2009 في بيونغ يانغ مكتب 39 عمل قسم جديد، مش مزورين ولا مهربين مخدرات، لكن مخترقين أنظمة. الوحدة اسمها مجموعة لازاروس، مدعومة من الدولة وممولة من الحكومة، وبتشتغل من مباني في بيونغ يانغ بنفس شرعية أي إدارة حكومية. شغلهم بسيط، سرقوا الفلوس عن طريق هجمات إلكترونية، وكانوا بارعين جدا في ده. بين 2014 و2024 سرقوا حوالي 3 مليار دولار من منصات العملات الرقمية وبنوك وهجمات ابتزاز إلكتروني، أكتر مما جمعوا مكتب 39 في 50 سنة من تزوير العملة وتهريب المخدرات. الأهداف
كانت في كل مكان: منصات عملات رقمية في كوريا الجنوبية، بنوك في بنجلاديش وفيتنام، منصات رقمية في اليابان والولايات المتحدة، مستشفيات اتعرضت لابتزاز وشركات اتقفلت أنظمتها لحد ما تدفع الفدية. مفيش مطابع فلوس، مفيش حقائب دبلوماسية، مفيش عبور حدود، بس لوحات مفاتيح واتصال بالإنترنت. واللي بيخليهم بعاد عن أي عقاب إنهم شغالين من كوريا الشمالية. مكتب التحقيقات الأمريكي عارف أسمائهم وعارف كمان أماكنهم وعنده صور لمكاتبهم في بيونغ يانغ، لكن مفيش اتفاقيات تسليم لمجرمين ومفيش اعتقالات. لو نجحوا بياخدوا مكافآت، لو فشلوا بيحاولوا تاني. الحكومة الأمريكية حددت أسماء بعض المخترقين وفرضت عليهم عقوبات شخصية، لكن ده ما غيرش أي حاجة، لأنهم مش مجرمين لوحدهم، هم موظفين حكوميين بيقوموا بشغلهم. لكن الجريمة الإلكترونية كانت مجرد جزء من إمبراطورية مكتب 39، لأن بينما مجموعة لازاروس كانت بتسرق مليارات عن طريق الإنترنت، قسم تاني من المكتب كان بيعمل عملية ذكية جدا وعلى الورق قانونية تماما، لدرجة إن شركات تأمين أوروبية دفعت لهم مئات الملايين بإرادتها. والعملية كلها اعتمدت على أوراق رسمية وصبر وفهم الحقيقة بسيطة. شركات التأمين بتكره تدفع التعويضات، لكنها بتكره القضايا في المحاكم أكتر. اللي عمله مكتب 39 كان أكبر عملية احتيال تأميني في التاريخ، ولمدة 20 سنة محدش خد باله خالص. سنة 2009 في مدينة هامبورغ في ألمانيا، في مبنى مكاتب عادي في شارع معروف، شركة اسمها شركة التأمين الوطنية الكورية كانت شغالة كأنها شركة تأمين طبيعية، موظفين محترفين وتراخيص رسمية وتقارير منتظمة للجهات الرقابية الألمانية. الشركة بتقدم عقود إعادة تأمين لشركات أوروبية كبيرة، الصفقات شكلها عادي، الشركة تدفع أقساط، ولو حصلت كوارث شركات إعادة التأمين تدفع التعويضات. لكن الكوارث كانت مزيفة والمطالبات ملطقة، والشركة مجرد واجهة لمكتب 39. الخطة بسيطة: الشركة تعرض صفقات مغرية لشركات إعادة التأمين في أوروبا وآسيا، يطلبوا تأمين على ممتلكات وسفن وشركات في كوريا الشمالية. الأقساط مغرية والعقود واضحة، الشركات ما تسألش كتير، لأن كوريا الشمالية رغم عزلتها تظل دولة عندها مباني وسفن وحوادث ممكن تحصل. الأقساط بتدفع بانتظام وكل حاجة شكلها طبيعي، وبعد كده تبدأ المطالبات: حريق مصنع في بيونغ يانغ وخسائر ب 8 مليون دولار، سفينة شحن اتضررت في بحر هانج وتكاليف الإصلاح 5 مليون، حادث صناعي في مصنع معالجة وخسائر طبية وإنشائية 12 مليون. شركات التأمين راجع الملفات بتلاقي المستندات شكلها صحيح وتقارير فحص وصور أضرار وكل الورق سليم، فتدفع التعويضات. لكن المشكلة إن العقود خاضعة لقانون كوريا الشمالية، ونظامها القضائي بيرجع لشخص واحد بس: كيم جونغ أون. لو الشركة حاولت تحقق بعمق، المسؤولين الكوريين بيمنعوا الوصول، ولو حاولوا يعترضوا على المطالبة كوريا الشمالية بتهدد برفع قضية حسب شروط العقد، ولو طلبوا زيارة موقع الضرر يترفض الطلب لأسباب أمنية. الشركات بتتحاصر، هتدفع التعويضات، تدخل معركة قانونية في محكمة كوريا الشمالية عمرهم ما هيكسبوها، فكانوا بيدفعوا يدفعوا يدفعوا. بحلول 2014 الشركة كان عندها أصول قيمتها 787 مليون دولار ومكاتب في هامبورغ ولندن وسنغافورة، هيكل شركات مثالي بيحول الفلوس مباشرة لبيونغ يانغ. العملية استمرت أكتر من 20 سنة لحد 2015 لما الاتحاد الأوروبي أخيرا اكتشفها، فرض عقوبات على الشركة واتقفلت المكاتب واتجمدت الأصول وأخيرا انهارت الشبكة. لكن وقتها مكتب 39 كان بالفعل نقل مئات الملايين من خلال النظام ده، فلوس مولت تجارب نووية واشترت سلع فاخرة للنخبة ودفعت رشاوي للجنرالات عشان تمنع الانقلابات. والعبقرية في الموضوع إن العملية دي كانت قانونية تقريبا، الشركة كانت مرخصة والعقود حقيقية والمدفوعات تمت بإرادة الشركات. المكتب ما اقتحمش بنوك ولا هرب بضائع ممنوعة، هما بس استغلوا قواعد نظام التأمين الدولي نفسه. الجريمة المثالية اللي احتاجت 20 سنة عشان العالم يلاحظها، وحتى مع زيادة العقوبات وإغلاق شبكة التأمين ورفض البنوك التعامل معاهم، مكتب 39 ما انهارش، لأنهم قضوا 50 سنة بيبنوا نظام مصمم يعيش مهما حصل. عقوبات أو تحقيقات أو اعتقالات أو مصادرات. الشخص اللي بيدير النظام دلوقتي أقسى من أخوها كيم يو جونغ، أخت كيم جونغ أون الصغيرة، الست اللي ماسكة خزنة مكتب 39، وهي اللي تقرر مين من الجنرالات ياخد عربيات فاخرة ومين يتعدم. وتحت قيادتها المكتب مش بس عايش لكنه مزدهر. الوقت الحالي في بيونغ يانغ ورا الباب اللي عليه رقم 39 العملية لسه شغالة. المكتب عدى عليه 3 أجيال من عيلة كيم. كيم إل سونغ أسسه سنة 1974،
كيم جونغ إيل وسعه وخلاه إمبراطورية عالمية. كيم جونغ أون طوروا العصر التكنولوجيا، ودلوقتي أخته كيم يو جونغ بتدير العمليات اليومية. خلال أكتر من 50 سنة المكتب جمع ما بين 25 ل 50 مليار دولار من تزوير العملة والمخدرات والاحتيال التأميني وسرقة العملات الرقمية وبيع السلاح. الدخل السنوي الحالي ما بين 500 مليون لمليار دولار، ومحدش فعلا قادر يوقفهم. الحصانة الدبلوماسية بتحمي عملائهم، والسلاح النووي بيحمي مقراتهم، وكل عقوبة بتخليهم يتطوروا أكتر وأكتر، وكل فضيحة تخليهم يغيروا الأسلوب. بس لو فاكر أوراق ال$100 المزورة في البداية، فجهاز الخدمة السرية الأمريكي بيقدر إن بين 250 ل 500 مليون دولار من الأوراق المزورة لكوريا الشمالية لسه بتلف في أمريكا، في محافظ الناس وفي البنوك ومكانات الصرف. بتمول السلاح النووي، تشتري الولاء، تمنع الانقلابات. لمدة 51 سنة مكتب 39 أثبت حاجة واحدة: لو كنت حكومة، الجريمة مش بس بتجيب فلوس، دي بتحافظ على السلطة. والباب في الدور الثالث لسه مفتوح، وفي مكان ما في بيونغ يانغ دلوقتي حد بيعد فلوس وبيخطط للاختراق الإلكتروني الجاي، وبيكتب مطالبة تأمين مزورة جديد. لأن في كوريا الشمالية الجريمة مش خلل في النظام، الجريمة هي النظام نفسه. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة. سلام.